من لاهور جنگي صنعوا بطلا. الجزء الثاني. تعين لاهور شيخ جنگي قيوما على الاتحاد الوطني الكردستاني. الباكك جعلت من البيداقي ملكا وبذل جهودا جبارا للتغطية على خيانات لاهور. بعد احتلال كركوك سخرت الباكك كافة وسائل الإعلامية على اتهام حكومة جنوب كردستان والبارتي بالتقصير والتسبب باحتلال المدينة في محاولات منها للتغطية على خيانة لاهور وبابل وسترها، فسخرت كل طاقاتها في مجال الإعلام والسوشيال ميديا ولعبت لعبتها السحرية التي أعطت ثمارها ونجحت في التأثير على شمال كردستان، غير أنه لم يكن باستطاعتها إدارة هذه اللعبة وحدها، فحركت إيران وجميل بايك بيدقهم لاهور شيخ جنگي للقيام بما يقدر عليه لتحقيق هذا الهدف، بمعنى أنهم حولوا البيدق ملكا. لهذا السبب فأول ما قامت به الباككة للاهور هو جعله شخصية سياسية، فبذلوا محاولات كثيرة لاحتلال موقع له بين السياسيين المعروفين الكرد. لهذا تمثلت خطوتهم الأولى في التغطية على دوره الرئيسي في خيانة كركوك، فحرفت الباككة حقائق أحداث خيانة كركوك رغم اعتراف الاتحاد باتفاقيته مع الدولة العراقية، فتنحى ملاب اختيار المقربين منه من مناصبهم الحزبية ومهامهم في الاتحاد نتيجة هذه الخيانة. آنذاك وظفت الباككة كل قوتها التنظيمية لدعم الاتحاد ونجدته وإنقاذه من مستنقع الخيانة وتبرئة ساحته، بل زادت محاولاتها عن محاولات الاتحاد نفسه، كما ناضلت بكل طاقاتها وإمكاناتها لإظهار لاهور كشخصية سياسية، فأبدته على صورة رمز الوحدة الوطنية والقومية على حساب منجزات غرب كردستان. ولكي يحتل لاهور حيزا من واقع جنوب كردستان يقوم بزيارات لغرب كردستان ويلتقط صورة مع مظلوم عبدي وينشرها على منصات السوشيال ميديا في محاولة منه لمحو كافة خطاياه بها، فأصبح لاهور أشد راديكالية لحكومة جنوب كردستان وبتعاون كل من إيران والباككة والحكومة العراقية، فهو يدرك جيدا أنه سيحاسب يوما ما على خيانة كركوك، لذا حاول طمس أي أثر له أو أدلة تورطه بالهيمنة على الاتحاد وإخضاعه للنفوذ. حركة تصفية الاتحاد الوطني شرع لاهور وجناحه بإعادة صياغة الاتحاد الوطني من جديد، وذلك بتعاون إيراني، ووضع منهاجا غير مفهوم لحزبه، واستحدث مؤسسات جديدة لتصفية بعض الكوادر القدامى المؤسسين وإذابتهم فيها. من هذه المؤسسات الكبيرة اسما دون فحوى أو أي تأثير مؤسسة رئاسة المجلس السياسي الأعلى، واختير كسرى رسول رئيسا لها، مع أنهم أبدوا أن تسنمه للمنصب كان كمنحة رمزية، غير أن الحق هو أن هذا المنصب بمثابة تصفية لكسرى رسول حزبيا وتنظيميا، كما تم تهديد كسرى رسول سابقا من قبل قاسم سليماني بسبب تأييده ودعمه لاستفتاء الاستقلال، قائلا: لو أيد كسرى رسول وشجع لاستفتاء الاستقلال فسأشارك في عزائه في أقرب وقت. كما أزالت الحكومة العراقية تهديدات سليماني لكسرى رسول بإصدارها أمرا بإلقاء القبض عليه. وأما من استاء وامتعض من هذا الوضع في الاتحاد أمثال حكيم قادر والدولير سيد مجيد والشيخ جعفر شيخ مصطفى فتم إسكاتهم، وتخبط الاتحاد فكريا فأصبح يدير تنظيماته بشكل يومي بعيدا عن الخطوط العريضة والأهداف الاستراتيجية للحزب. بعبارة أخرى باتت العلاقة بين تعظيم لاهور وترفيعه وتذليل الاتحاد وتصغيره علاقة طردية عكسية. سيف ديمقليس المعلق على رئاسة إقليم كردستان. في الأساطير اليونانية القديمة يحكى أن ديمقليس كان خطيبا متزلفا في بلاط ديونيسيوس الثاني من سيراقوسا، ومن تزالفه للملك تعجب ديمقليس من أن رجلا عظيم القوة والسلطة تحيط به العظمة، ففوق ذلك فهو محظوظ جدا، فعرض ديونيسيوس على ديمقليس أن يتبادلا مكانيهما حتى يتذوق ديمقليس بنفسه حظ الملك، فسارع ديمقليس على الفور بقبول عرض الملك وجلس على عرش الملك محاطا بكل الجاه والأبهى، إلا أن ديونيسيوس رتب أن يعلق سيف فوق العرش مربوط من طرفه بشعرة واحدة من ذيل حصان، فما أن استوعب ديمقليس ذلك حتى ترجى الملك أن يسمح له بترك العرش، لأنه لم يعد يتمنى أن يكون محظوظا بتلك الدرجة. وكذلك لاهور جنگي فقد أصبح كسيف ديمقليس المسلط على رأس حكومة جنوب كردستان ومنجزاتها، لا يعرف متى ينقضع الوتر ويهوى السيف، فهدفه الرئيس منحصر في تغيير نظام الحكم في جنوب كردستان وتغيير الحمض النووي للحكومة. ففي شهر نيسان انشغلت حكومة جنوب كردستان بحربها ضد فيروس كورونا، تزامنه انشغال مدينة سليمانية بقضية الانفصال عن إقليم جنوب كردستان في محاولة منهم
وتجنيدهم لليات حكومة جنوب كردستان وإضعافها. وفي حزيران كانت حكومة جنوب كردستان محاصرة تحت تهديدات الدول الإقليمية. من هذه التهديدات وأولها خطوات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو وتصريحه ليلة 18 من حزيران، والتي كانت مستهدفة أساسا أحزاب غرب كردستان، قائلا: من يتعامل مع الاتحاد الديمقراطي فسنعامله على أنه بكك ونتعامل معه على هذا الأساس، علما أن تهديده كان موجها للبارتي وحكومة جنوب كردستان. وفي 21 من حزيران قال جميل بايك في حوار له: سنعاقب بالموت كل من يتواصل في جنوب كردستان مع دولة تركيا. وقد بثت فضائية البكك هذا اللقاء لبايك حول الاستقرار والأمان في إقليم جنوب كردستان. أردفه مباشرة تهديد لاهور جانجي. ففي 22 من الشهر قررت حكومة جنوب كردستان استقطاع نسبة 21% من رواتب موظفيها لشهر واحد. وفي 23 من الشهر وفي الساعة 3 فجرا أصدر الاتحاد قرارا بتأييدهم لهذا القرار، غير أنه لم يمر الكثير من الوقت حتى أمر الرئيس المشترك للاتحاد لاهور جانجي بإزالة هذا القرار الرسمي من على مواقع الاتحاد الرسمية وكافة قنواته الإعلامية وسوشيال ميديا الاتحاد. وبعد ساعات نشر لاهور تغريدة على حسابه على تويتر: سيجتمع سكرتاريات المجلس القيادي للاتحاد، فإذا لم تتوصل حكومة جنوب كردستان لاتفاق مع بغداد بهذا الصدد فنحن في الاتحاد الوطني لا نحمل هذه المسؤولية. كما أن الانسحاب من حكومة جنوب كردستان وبرلمانه إحدى الخيارات المطروحة والواردة. قد تعتبر هذه تغريدة عادية بعض الشيء، غير أن المؤامرة المخفية وراءها هي بمثابة خيانة كركوك خطورة، كون التغريدة تزامنت مع زيارة هامة لوفد حكومة جنوب كردستان لبغداد برئاسة قباد طالباني لعقد لقاء هام. فقد أرسل لاهور رسالة هامة لبغداد من وراء تغريدته مفادها مؤازرته ووقوفه مع بغداد. فرجع وفد حكومة جنوب كردستان فاضيا يعاودون تحقيق أي مكسب. فالحق أن خيانة كركوك لم تنتهي بعد، بل هي مستمرة، وأصبح لاهور منتشيا بالسلطة، وهو بهذا الانتشاء والثمالة يهاجم كافة منجزات كردستان. فيا ترى ما موقف أنصار الاتحاد وموالوه؟ منذ عام 93 حاول أوجلان استقطاع قوة من الاتحاد الوطني والحصول على موطئ قدم له في إقليم كردستان من ورائها، ورغم العلاقات الوطيدة بين مام جلال وأوجلان، إلا أن خطر البكك لم يكن يغيب عن فكر وبال مام جلال، فكان يدرك أنه كحامل لعقرب في جيبه. وبعد مرضه رأت البكك الفرصة سانحة أمامها واستغلت الاتحاد لتحقيق مصالحها، فهي تظهر للاتحاد موقفها المعادي للبارتي، وهي بهذا تستحصل التعويضات والتكاليف من الاتحاد، كما وتظهر نفسها كقوة سياسية في الجنوب بدعم من الاتحاد. في الوقت نفسه فالاتحاد بأمس الحاجة لدعمها من أجل البقاء، وكلا القوتين تعيشان على فتات اتفاقياتها مع إيران. وبهذا انتهى الاتحاد وانهار وبقي اسما دون مسمى، فهو بمثابة آلة سياسية في المتحف السياسي. فباتت المشكلة الحقيقية كامنة فيه: هل باستطاعة مناظري الاتحاد وأهله الحق العودة والمطالبة بتركتهم؟ فالشعب يدرك جيدا أن القادة والزعماء لا ينبثقون من أمثال هؤلاء، فلا يمتلك لاهور جانجي شخصية ذات أهداف قومية ووطنية باستطاعته خلافة مام جلال، كما لا يمتلك شخصية قوية أصلا بمقدورها رئاسة الاتحاد. فكما تقوم الدولة التركية في شمال كردستان بتعيين قائمين بأعمال رؤساء البلديات، فكذلك تم تعيين لاهور كقيوم على الاتحاد من قبل دولة إيران المحتلة. فأضاع لاهور نفسه بسبب القوة التي يمتلكها والمساعدات التي يتلقاها، فيحاول إدارة النضال السياسي بأساليب مافيوية. لهذا نقول لأية قوة أو دولة تريد بناء بطل من لاهور أن تعرف جيدا أن الأبطال لا ينبثقون من أمثاله، فنحن نعرف معدنه جيدا. فأهل الجنوب يعرفون جيدا أن لاهور الذي تربى في بارات سيرچنار وعاش في ثراء فاحش وراضعا من فكر الخيانة لا يصلح أن يكون قائدا أو زعيما مهما انشغلت به الإعلام والصحافة، فلن ينبثق من أمثاله قادة وأبطال للكرد أبدا.